اعمل الخير تلاقي خير. وزي ما قلت وهفضل اقول، اللقمة دي كلها اسرار. فريدة كان جالها فيروس، الله أكبر، تعبت بيه ومستشفى وحقن وبتاع وحاجة. الراجل كان مذهول منها، ونسبة الفيروس كان كل شوية حلها عالية. وعملنا لقمة طعام يعني، ومستنيين نتيجة التحليل. أقسم بالله يا رشا الراجل بقى مذهول صفر، بقى مذهول صفر. الحمد لله الحمد لله. عايزة أقول لكم إن مش كل مرة بنحكي قصة حد من المتابعين بتكون دي بس هي اللي وصلت لي. القصص والحكايات والنوايا والعشم في الله كتير وما بتخلص. لقمة النهاردة 450 وجبة. هقول أسماء كتير شاركوا معانا في اللقمة دي، منهم 200 وجبة من شعبان من ليبيا اللي كل نيته إنه يطعم الناس لقمة حلوة، وياسمين اللي شاركت معانا عشان ربنا يفك كربها ويخرجها من أزمتها على خير، وأميرة الطيبة ندعي لها ونقول ربنا يرضيها بكل جميل، وحنان ربنا يشفي أخت جوزها ويرد عليها صحتها، ويرزقك يا سوزان ويعينك على تربية أولادك ويهون عليكي غربتك، وطنط كاميليا الجميلة ربنا يرزق غادة بنتها بذرية صالحة معافاة من كل سوء. بس انا بقولك يعني اللي يدعي لها عن ظهر غيب كده، غادة بنت حواء وادم، ربنا يكمل لها على خير يا رب. وفي الختام مفيش ختام، لان كل الناس لو وقفوا في وقت واحد ونفس واحد وكل واحد طلب من ربنا طلب، ربنا بكرمه يقدر يقبل كل الاماني ويحققها. وصدقني لو مش عايز حاجه ربنا هيديك كل حاجه. اشوفكم على خير يا اهل الخير.